ايفون 6 اس بلس. هل في 2022 ينفع تشتريه ولا في بدل افضل منه؟ وهل لو دفعت فيه الفلوس دي انت هتكون خسرتها ولا بالنسبه لك هتكون صفقه رابحه؟ تعالوا مع بعض نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم كل اخواتي وحبايبي في القناه. طبعا كالعاده بحب اشكركم في بدايه الفيديو على التفاعل اللي دايما بيكون موجود عندي على القناه. بفضلكم انا لسه لحد النهارده بستمر وبنزل فيديوهات، ولولا دعمكم الدائم ليا انا ما زلت لسه بصور لكم فيديوهات وبنزل لكم كل حاجه انتوا بتطلبوها مني. من غيركم اكيد ما كانش هيبقى في اي حافز خالص ان انا اكمل في القناه. فعشان كده ما تنساش تدوس لايك على الفيديو لان دعمك بيفرق معايا جدا، وعايز الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وعايزين نوصل الفيديو دوت ل 5000 لايك عشان يكون وصل لاكبر عدد. وفرصه وانت بتدوس لايك السبسكرايب جنب اللايك على طول، خش كمان اعمل سبسكرايب عشان تشوف كل حاجه جديده عندنا في القناه. تعالى بقى عشان ما اطولش عليك في المقدمه ندخل في الشرح على طول. النهارده هنتكلم على الايفون 6 اس بلس. الموبايل ده وقت نزوله السوق نزل في اخر 2015، يعني تقريبا متوسط عمره دلوقتي من 9 2015 حوالي 7 سنين. لو اتكلمنا على الموبايل دوت تعالى نجيب اي موبايل في الفئه العمريه بتاعته، هنشوف موبايل مثلا من 7 سنين هتلاقي حرفيا الموبايل معدوم ما بيشتغلش معاك او اداؤه قل جدا. هنا بقى بيجي دور ابل اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وهو المذر بورد الخاص بشركه ابل مع السوفت وير المستقر. موبايل بقاله 7 سنين لسه بيأدي نفس تجربه الاستخدام زي ما شغلته اول مره. لسه الموبايل ما بيهنكش معاك، لسه الموبايل ما بيعملش لاج، لسه الموبايل بيأدي معاك كل الوظائف بشكل فعلا سلس وسريع جدا. انت النهارده لو مثلا هتشتري الموبايل ده، النهارده الموبايل اللي في ايدي مثلا مساحته حوالي 64 جيجا، وطبعا الرام بتاعه 2 جيجا، وهو متوحد على كل الفئات. فخلينا اكلمك مثلا على موبايل زي دوت. ده موبايل طبعا بحاله نادره، عايز اقول لك ان الموبايل دوت سعره 2500 جنيه. هل انت النهارده لو معاك 2500 جنيه وهتشتري موبايل مستعمل، انا بتكلم على السعر مستعمل مش على جديد لان هو خلاص مفيش منه جديد، هل انت النهارده لو هتدفع مثلا 2500 جنيه في موبايل تاني هل هيديك نفس الاداء ده؟ انا بكلمك على موبايل عندي انا بالسعر ده مستعمل، فانا ما اعرفش غيري ممكن يكون بيبيعه بكام، ممكن غيري يكون بيبيعه ب3 ب3.5، انا ما اعرفش متوسط سعره مع الناس اللي بره كام، بس انا بكلمك على حاجه عندي وده سعرها، فجاي ارشحها لك كقيمه مقابل سعر. تعالوا بقى ندخل في الشرح على طول. النهارده انت لو بصيت على شكل الموبايل مبدئيا كده، شكل الموبايل مازال واحد من افضل الموبايلات اللي نزلت باستثناء طبعا الشاشه من شركه ابل كديزاين. سمك الموبايل في ايدك بيكون مريح جدا، يعني لو مسكت الموبايل في ايدك كده انت هتلاقي ايدك مرتاحه. طبعا عكس الشاشه مش هنتكلم عليها دلوقتي، هنجيلها قدام، بس انا بكلمك على شكل مثلا للموبايل من الخلف. لو بصيت على شكله محترم جدا وشيك جدا وبريميوم جدا، ومسكته في الايد بتكون مريحه جدا. فكرت مثلا حبيت تعمل مكالمه برضو ممكن تشوف شكله على وشك برضو هيكون عامل ازاي. يعني شكل الموبايل فعلا بيكون شيك جدا وبيكون ملائم جدا لايدك، وفي اي مكان هتطلعه مش هيكون مؤثر معاك خالص كديزاين لشكل الموبايل ده بالنسبه للشكل. لكن لو جينا بصينا لخامات التصنيع، الموبايل كله جاي من الالومنيوم من ورا. عايز اقول لك ان تصنيع الموبايل ده قوي جدا، يعني احلى ما في الموبايل ده بيعجبني فيه، امسك الموبايل اخبطه هتلاقي الموبايل رجع لك تاني وبيقول لك انا ما حسيتش، اخبطني تاني. عارف انت اللي هو ايه، يعني انا معاك في اي استخدام، كسر فيا دغدغ. فعلا الموبايل بيستحمل يعني اقصى درجات الاستخدام هيستحملها معاك. فعلا الموبايل يعني انا جربته في الصدمات، حبيت اوقعه كذا مره، وقع مني كتير، عملت فيه حاجات كتير، لا الموبايل فعلا بيستحمل. واكبر دليل على كلامي ان الموبايل بقاله 7 سنين ولسه في حالات زي دي، والا كان زمان الحالات دي كلها هتلاقيها متكسره ومتدغدغه والفريم متبهدل. لا الموبايل فعلا مقاوم للصدمات وبيستحمل حاجات بصراحه دي مش عايز اتكلم فيها كتير لان كتير منكم يعرفها، بس انا حبيت اوضحها للي ما يعرفهاش. ده مبدئيا بالنسبه للديزاين وبالنسبه لقوه خامات التصنيع. لو بصيت لوزن الموبايل وزنه تقريبا 192 جرام، فمسكته في ايدك برده هتكون مريحه جدا ومش هتعاني معاه خالص، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. طبعا دوت بخصوص وزن الموبايل. المعالج هنا بيجي من شركه ابل A9. عايز اقول لك ان المعالج لسه لحد النهارده بيأدي اداء كويس. صح في نقطه عايز اقول لك عليها، ان هو فعلا الابديت وقف على الموبايل، بس في حاجه عايز اوضحها لك. لما الابديت بيقف على موبايلات شركه ابل مش معناها ان البرامج ما بتشتغلش. للاسف في ناس فاهمه الموضوع ده غلط، بيقول لك ان الابديت لما بيقف على الموبايل خلاص كده الموبايل مش هيشغل معايا اي برامج ولا واتساب ولا فيسبوك ولا حاجه، والموبايل خلاص ملوش لازمه. يا جماعه ملحوظه، الابديت بيقف على نظام الاي او اس، النظام التحديث الخاص بالموبايل، لكن كل الابلكيشن شغاله معاك وبتتحدث وما فيهاش اي مشكله خالص. وانا اعتقد لسه الموبايل قدامه 2 أو 3 سنين هيفضل يدعم كل الابلكيشن، ما فيش فيها مشكله. يعني عايز تنزل واتساب، فيسبوك، انستجرام، اي حاجه الموبايل بيشتغل معاك طبيعي. لكن تحديثات النظام هي اللي وقفت، بس انت معاك التحديثات لسه لحد
تقريبا شهرين او 3 شهور الموبايل كان شغال تحديثات عادي. الموبايل عندك بيدعم الدارك مود، بيدعم كل التحديثات اللي كانت نازله، فما فيش اي مشكله خالص عندك. الموبايل يعتبر واخد اخر اصدارات، بس فات منه اصدار او 2 بحد اقصى، فاعتقد ان انت مش هتحس بموضوع وقف الابديت حاليا خالص، لسه قدامك سنه او 2 عشان تحس بده. فده بالنسبه للابديت. كاداء الموبايل هيقدم معاك الاستخدامات اليوميه، سواء فيسبوك، واتساب، انستجرام، تصفح، برضه حبيت تلعب عليه الموبايل هيقدم معاك بشكل كويس جدا. طبعا مش اقوى حاجه، يعني لو دخلت عليه مثلا على بابجي، لو انت واحد بيحب مثلا، لو انت شخص جيمر مثلا وبتضغط على الموبايل، اكيد مش هيديك نفس الاداء مثلا بتاع الايفون اكس اس ماكس او مثلا ايفون 12 ايفون 11. ده طبيعي، احنا بنتكلم في موبايل عمره 7 سنين، لكن لو لعبت عليه انت مش هتكون ندمان خالص. انت بتتكلم في موبايل في فئه من 2500 جنيه ل 3000 جنيه سعره مستعمل، فانت عايز تجربه اداء ايه تاني افضل من كده؟ كده بالنسبه لك استقرار الاداء فعلا هيكون مميز جدا بالنسبه لك، مش هتلاقي في اي لاج. تقريبا هو نفس الاداء للايفون 7 بلس، يعني الاثنين مقاربين جدا لبعض. شوف ال 7 بلس اداؤه ايه، هتلاقي ده تقريبا نفس الاداء بتاعه، مع العلم ان انا بفضل الموبايل دوت اكتر من ال 7 بلس. هقول لك ليه. 7 بلس كنت وضحت قبل كده في فيديوهات انه للاسف نازل بعيب تصنيع، او اللي انا كنت بشوفه منه فئه كبيره قوي للاسف بيقع منك اي سي صوت، بتلاقي اي سي صوت حصل فيه مشكله على طول، وممكن الشبكه بتاعه الموبايل كانت بتقع كتير. انما ال 6 اس بلس نادرا ما بيحصل فيه حاجه زي كده، فعشان كده بقول لك الموبايل دوت حتى ممكن يكون بالنسبه لي انا كوجهه نظر شخصيه بيعدي الفيرجن اللي بعده. تمام. فاحنا كده اتكلمنا في نقطه الاداء، فعلا الاداء بتاعه هيكون مستقر جدا، استخدامات يوميه هيكون مستقر. تعالى بقى اكلمك على نقطه سلبيه للاسف في الجهاز، وهي شاشه الموبايل. طبعا النهارده شاشه الموبايل في 2022 اكيد مش هتكون ملائمه جدا لعينك، يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها. لكن الوان الشاشه طبعا بسبب النوتش اللي فوق او النوتش اللي تحت، يعني الشكل خلاص ما بقاش موجود دلوقتي في 2022. دلوقتي الشاشات كلها بقت ووتر دروب او حاجات كلها، يعني الى حد ما الشاشه بنسبه استحواذ حوالي 92 او 93%. هنا نسبه الاستحواذ مش كبيره. حجم الشاشه هنا 5.5 انش. يعني لو جينا اتكلمنا هنا على قوه الشاشه، فالشاشه هنا بتيجي اي بي اس بقوه 1920 في 1080. الوانها هتكون مناسبه جدا ليك. الشاشه هنا بتدعم 16 مليون لون. الوان الشاشه هتكون جيده بالنسبه لك، يعني مش هتبقى متضايق وانت بتتفرج على حاجه. خلي بالك بكلمك قيمه مقابل سعر، قيمه مقابل سعر، مش بكلمك ان انا على موبايل بقى فلاج شيب. يعني انا لسه منزل ايفون 13 اكيد مش هنقارنه مثلا بال6 اس بلس، فانا بكلمك على قيمه الموبايل. فانت هتاخد الوان هتكون مرضيه جدا لعينك، هتاخد صوره كويسه جدا. بس طبعا موضوع النوتش من 7 سنين ده كان فلاج شيب لشركه ابل، فكان الموضوع عادي. انت النهارده ممكن تتقبله وممكن لا، بس انا من وجهه نظري عشان السعر ممكن تتقبل ده، انا شايفه عادي. ده بالنسبه للشاشه بتاعه الموبايل. هنيجي هنا الموبايل طبعا بيجي بزرار هوم بutton. هنا الزرار مش زي الايفون 7 بلس، هنا الزرار بيجي ليه تكه كده، عارف، مش اللي هو مثلا هابتك تاتش زي اللي كان مثلا في ال7 بلس مجرد لمسه ففي مثلا موتور فايبريشن بيخليك تحس ان في مثلا لمسه انت دوست. لا، هنا فعلا الزرار بيضغط معاك فبيديك احساس حلو. وزرار الهوم بutton هنا في ميزه انك لما بتضغط عليه مهما عدت السنين الموبايل محافظ على نفس التكه بتاعته اللي بتديك الاحساس البريميوم، ما بتلاقيهاش نعمت معاك او بقت ضعيفه او بقت بتعلق. بالعكس، دايما بتلاقي الاداء بتاع الزرار كده وانت بتضغط عليه ليه لمسه كده مميزه، مفيش اي نعومه بتحصل في الموبايل، هو ليه التكه بتاعته كده. طبعا طوروا الموضوع دوت في ال7 بلس، الموبايل بقى تاتش بس ليه هبتك كده، يعني بتضغط فايبريشن كده بيديك الايحاء ان انت ضغطت. لكن هنا كان محتفظ بالضغطه بتاعته زي ما هي. البصمه في الموبايل هنا سريعه جدا، يعني من اول ضغطه في الموبايل هيلقط معاك، مفيش اي مشكله خالص في البصمه. البصمه هتدي معاك اداء فوق الممتاز. تعالى بقى اكلمك على الكاميرات بتاعه الموبايل. الكاميرا الخلفيه هنا للموبايل بتيجي بقوه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2. تصوير الكاميرا مش سيء خالص، بالعكس بتدي معاك صور مقبوله. بس بالليل مش يعني ما تصورش بالموبايل، نصيحه مني بالليل ما تصورش بالموبايل، هيكون الاداء بتاعها مش افضل حاجه بالمره. للاسف تصويرها بالليل هيكون في نويز كتير، في تفاصيل ضايعه، في حاجات مش حلوه، فتصويرها بالليل بصراحه ضايع. لكن بالنهار هتاخد تصوير كويس، هتاخد اداء محترم، مش هتعاني خالص مع الصوره، لا هتكون مرضي جدا عن الصوره وتقدر تعتمد عليها وتنزلها على اي منصه سواء فيسبوك، انستجرام، اي حاجه. فده بالنسبه للكاميرا الخلفيه، بتصور معاك لحد صور 4K 30 اطار في الثانيه، فانت برضو هتاخد اداء عالي جدا في تصوير الفيديوهات، وعندك مثبت بصري في الموبايل ممتاز جدا جدا جدا. الكاميرا الاماميه للموبايل بتيجي بقوه 7 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2. برضو الكاميرا الاماميه ممتازه جدا بالنهار، بالليل مش افضل حاجه، ولكن هتاخد منها برضو صور هتكون مرضيه بالنسبه لك. طب انا لحد دلوقتي تقريبا بقول لك المميزات اللي في الموبايل. حاجه برضو عايز اقول لك عليها، جميع السنسورات اللي موجوده في الموبايل لحد النهارده فعلا
فعلا شغاله بشكل يعني فوق الممتاز، سواء بقى سنسور الدوران لو هتلف الموبايل، سواء المكالمات لو مثلا بتعمل مكالمه، الحاجات دي لحد النهارده فعلا الخامات بتاعت ابل معمره معاك لابعد حد. تعال امسك موبايل في نفس الفئه العمريه بتاعته وحاول تجرب الحاجات دي، هتلاقي الحاجات ديت انا عارف ان هي ما تستاهلش ان انا اتكلم عليها، بس صدقني الحاجات ديت مع الوقت بتعرفك انك لما بتيجي تجيب موبايل مثلا من شركه ابل وبتدفع فيه رقم عالي، انا مش بمدح في الشركه خالص، انا بقول لك حقيقه موجوده في ارض الواقع. فعلا الموبايل بيكون معمر. النهارده هتلاقي كل اداء الموبايل كله فعلا فوق الممتاز معاك، مفيش اي حاجات ضعفت مع الاستخدام او مع الفتره اللي عدت، كل حاجه هي نفس الطبيعه بتاعتها. صوت الموبايل هنا ممتاز مع انه مش ستيريو، الصوت مقبول معاك ما فيهوش اي مشكله خالص، بس للاسف مش افضل حاجه. نقط الضعف هنا في الموبايل للاسف ان البطاريه بتاعته هنا بتيجي بقوه 2750. المفروض من شركه ابل بتقول لك ان الموبايل دوت هيكمل معاك اليوم، ان فعلا الموبايل مش هيكمل معاك اليوم. لو هتستخدمه كاتصال مثلا كاستخدامات عاديه هيقعد معاك حوالي 7 ساعات، ضغطت عليه ممكن يقعد اقل من كده، لان فعلا البطاريه مش قويه بالمره، والمعالج اللي موجود هنا قديم فما كانش بيعالج البطاريه بشكل حلو ان هيخليها تحافظ على القوه بتاعتها او الاداء بتاعها، فالبطاريه هنا نقطه ضعف قويه جدا في الموبايل. طيب هل الموبايل النهارده يستاهل انك تشتريه في 2022 ولا لا؟ من وجهه نظري انا شايف ان الموبايل دوت للمستخدمين او اليوزرز عامه الخاصين بشركه ابل، الموبايل ده فعلا هيكون صفقه رابحه جدا بالنسبه لك مقارنه بسعره. خليه ممكن يطلع ب 3000 جنيه مثلا مستعمل. انهي موبايل النهارده ب 3000 جنيه هيديك نفس الاستقرار في الاداء؟ انا مش عارف. في ممكن برضو منكم يقول لي مثلا طب ما انا بال 3000 جنيه ممكن اجيب لي موبايل اندرويد جديد بالكرتونه وهيكون لسه جديد واقدر اخد استخدامه. انا معاك في وجهه النظر ديت وهتاخد استخدام كويس، بل بالعكس ممكن كمان يكون افضل من ده في الاستخدام. بس هل بعد سنه الموبايل اللي انت جبته ب 3000 جنيه جديد هيبقى لسه مستقر الاداء بتاعه زي الايفون 6 اس بلس؟ مش عارف. انا طالع بديك وجهه نظر عن الموبايل عموما بشكل عام، هل ينفع تشتريه ولا لا، وبكلمك من وجهه نظري. في غيري ممكن يعترض مع كلامي وفي غيري ممكن يكون موافقني، لكن لو عايز رايي انا اشتري الموبايل دوت ومش هتندم ابدا انك اشتريته. على الاقل خالص هيقعد معاك سنه او سنه ونص، انت فعلا مرتاح جدا في الاستخدام معاه. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو لسه بتتابعني لحد الدقيقه دي ما تنساش تدوس اللايك على الفيديو عشان غيرك يشوفه ويستفاد، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.